مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد لليوم. هذا الفيديو يا جماعة يعني احترت نزله بصوت، يعني نزل صوتي عليه ولا ما نزل صوتي عليه. نزلت الصوت، نزل واحذف نزل واحذف، يعني ما بعرف. فيديو بسيط، يعني ما فيه شيء إنه غامض، ما فيه شيء ما واضح. فما احترت مثل ما قلت لكم إنه نزل صوتي ولا ما نزل صوتي. منتجت شيء 4 5 مرات، نزل صوت ارجع احذفه. المهم ان شاء الله يكون هاي اخر مرة. اذا نزلت هذا بكون خلاص اخر مرة. اليوم بدي اصور لكم فيديو من قبل المغرب، يعني قبل المغرب ساعتين ثلاثة، من وقت اللي بفوت على المطبخ بدي احضر الافطار، وشو بعمل لبعد المغرب، يعني تنظيف وترتيب المطبخ مثل اي ست بيت يعني. هلا الفيديو مثل ما شايفين بطاطا بالفرن. قطعت البطاطا، الفخاد بنقع لي اياها زوجي بالتبلي، قال هو بده يعمل تبلي اليوم، قلت له على راحتك بدك تريحني. نقع لي اياهم من بكير ما يروح على شغله. وصفيت البطاطا، حطيت جزر اليوم، صفيت الفراج، حطيت ورق الزبدة لأنه قال مو صحي ورق القصدير يلامس الأكل. فقلت يلا نحن بغنى عن هذا الشغلات المو صحية يعني. فحطيت ورق الزبدة وغطيته بورق القصدير وحطيتها بهالفرن لروحي. قعدت لها شي ساعتين ونص، تنهني قبل المغرب شي نص ساعة 3/4 ساعة. شلت طالعته، بس شلت ورق القصدير، ورق الزبدة، مشان يحمر الفروج وياخد لون هيك ذهبي حلو، مو فروج الفخاد يعني. هلا هي البطاطا بالفرن طيبة بزيت الزيتون، يعني بحط لها زيت زيتون، كمون، ملح، توم، دبس فليفلي، خلي شوي مشان الفراريج. شو كمان بحط له؟ يعني هيك هي البهارات. وخلص هي يعني كتير سهلة وكتير بسيطة. بس شو بصير بقى، هي من الأكلات السهلة، بس بقى الفرن بطرطش يعني. بعدين لما برفع القصدير عن الفروجي عن الصينية كتير بطرطش بالفرن. فيعني هذا الموضوع بيزعجني أنا بصراحة. المهم ما علينا. بعد ما جايت كمان هدول الجليات، اجى جوزي جايب معه شوية أغراض، فجايب لي المتي. بيعرف انت دائما بوصي على متي، فجايب لي 4 علب متي. فضيت شوي منه، والقطرميز مع ساع. وهون عندي المتبل، عندي جايب باذنجان من امبارح، عاملين عليه كانوا منزلين سعره، مع انه الباذنجان صار يعني الا ذهب الا شوي. فقلت مع انه نازل سعره خليني اجيب، اعمل له شوي شوي للمتبل. هلا في العلب اللي جاهزه اللي بتيجي بالسوق، الباذنجان المشوي الجاهز، بس انا بصراحه ما بحبه لانه بحسه كله بزر. فبفضل جبته مره مرتين ما بس بعدين خلص ما عاد حبيته. ما عاد لكم يعني كله عم يجي مبزر، باذنجان مبزر عم يشوه بيعملوه. فجبت الباذنجانات حطيتهم على الغاز برا على البرندة، شفتوا عندي غاز صغير، شويتهم قشرتهم قطعتهم حطيتهم بالبراد. واليوم اجى على بالي اعمل متبل. هلا هو متبل انا بحبه بطريقه انه بيقولوا له متبل حمو عندنا بسوريا. هو عباره عن المتبل نفسه، الباذنجان المشوي مع ملح، شويه ملح، ليمون، ولبن، وطحينه. ويجي على الوجه من لحمه، لحمه ناعمه محموسه مع دبس بندوره. فكتير بيطلع طيب. بس اليوم ما جا على بالي، قلت خليني خلص في الفراريج وفي البطاطا ما بدي احط عليه لحمه. وانا مثل ما شفتوا ما بحب كتر اكل، ولانه بعرف انه الصايم ما بيقدر ياكل كميه كتير كبيره. واصلا صينيه البطاطا، وعمل له زوجي انه اليوم عندنا كتير اكل، يعني حرام هذا الاكل. يفضل يعني بفضل شوي لتاني نهار بنعمل شغلات بسيطه جنبه. بس حسيت كتير كان موجود. وكان جوزي جايب معه بيتزا من بيتزا دجاج وبيتزا يعني عاديه كمان، والفتوش والمتبل. يعني الحمد لله خير كتير رب العالمين، الحمد لله طعمنا بخير وبنعمه. بعد ما خلصنا بلشنا ندبدب الجلاس. طبعا فضيت الأكل، هدول اللي فضلوا. قلت لحالي منيح فضلوا شوي، بكرة بنعمل مثلا في عنا لسه متبل شوية هدول البطاطات وقطعة فروج صغيرة، وبنعمل جنبها شوية سمبوسك. فطاير من شفتوا تفريزات رمضان هيك بتصير كمان عنا سفرة الحمد لله. وبس ما بدي يعني ما شو ما بحب كتير أكل. ومع هيك عم بزيد يعني كتير. آه طبقت الجليات بالجلاي. عن جد اللي اخترعت الجلاي الله هيك يجزيها الخير يعني، خاصة بأيام رمضان قديش بتريح. هلا أنا تقريبا مشغلة كل نهار مرة وحدة، فبصف بطبق الجليات كلهم. أحلى شعور لما تفتح الجلاي وتلاقيه فاضي. هلا في أحيانا بكون بدي طبق الجلاي، مثلا بتكون في كم شوية جلي، بفتحها بكون أنا مثلا نسيانة إني أنا مشغلته وخلص مجليات هدول، بس هيك هذا الشعور أكيد كل وحدة بتحس فيه يعني. وأحيانا وقت اللي بكون مثلا نسياني،
بفتحه بلاقيها فاضي او مثلا لسه ما مشغلته وفي مجال فيها اني احط كتير بنبسط هذا الشعور. والشعور البشع انك وقت تفتحه بكون مليان وبدك تطبقي الجلي. قديش حلو تحطي الجلي وقديش بشع هيك طالع الجلي بدك تطبقيه. المهم يعني جد اختراع حلو. هون بعد ما خلصت جلي، طبعا انا المعالق هدول ما بحطهم بالجلاية لانه جايتهم جداد وايديهم بلاستيك وعليهم لون احمر، خفت انه يتاثروا بالجلاية يروح، ما جربت يعني بصراحه. والالمنيو طبعا ما بحطه بالجلاية لانه بيسود، يعني ما بيزبط ابدا الالمنيو. الكتريك جبت البيكنج شيك، بحط المياه. طبعا يا جماعه الفرن كهرباء بتطلع هذا الموضوع المهم يعني. مشاعل الكهرباء الحمد لله يصير مسألة أو شيء. بس أنا مجرد بس أشبك المياه اللي موجودين بسفل الفرن لأنه بيكون في مي كتير، أو يعني مثل ما شفتوا لأنه أنا بكت مي بأرضية الفرن وقت اللي بنقعوه حتى هيك كمان يحلحل مزبوط، فبشفطهم بالمكنسة. بس مثل ما قلت لكم انتبهوا لأنه في عالم، أنا فرني كهرباء مثلا بنتبه على هذا الموضوع، في فرن غاز هي ما بتأثر. بس بالمجمل هو الفرن بيكون يعني الطبقة الفوقانية يعني فيه الكهرباء. هون عملت كمان الكراسي، طبعا بعد ما نشر الولاد لما بياكلوا شوي بيهربوا وبيلعبوا، فبرجع بنظفهم بهاي المكنسة الرائعة اللي بتريحني كتير، وبرجع بمسحهم مسحة صغيرة. عملت الأرضية وعملت المكاتب وبعدين خلصت. هلا مثل ما شفتوا يعني رمضان سبحان الله بكرة 15 رمضان، يعني سبحان الله عن جد سريع. يعني بجوز لأنه ست البيت بتلتهي بتشتغل يعني بالبيت بيطلع لك 100 قصة 100 شغلة، فعن جد بحسه أنا سريع، ما بعرف، أو بجوز بس أنا بحسه سريع يعني. فهون خلصت مسحت المجلة، حطيت بريق المتي، قلت خليني أصلي المغرب، لأنه بين صلاة المغرب والعشاء ما في كتير وقت يعني. صلي المغرب وبعدين كفي شغلي. هلا أنا قراءة القرآن بقراها أغلب الأحيان بعد صلاة الصبح، دائما عندي يعني مخصصة بعد صلاة الصبح قراءة جزئين قرآن أو أكتر حتى، حسب يعني حسب النعوسي ما تجي. وبالنهار بقرا جزء بسيط لأنه بحس بعد صلاة الصبح بيكون التركيز غير والهيك المخ فبتمعن فيه مزبوط. وخلال النهار الأولاد قاعدين من غير شر على ماما ماما، فممكن الوحدة ما كتير يعني تقرا هيك تبعهم، فبقرا جزء كتير بسيط بالنهار والجزء الأكبر بقرا بعد صلاة الصبح. خلصنا، وصلت تقريبا لنهاية الفيديو. هاي سهرتنا لليوم، روتيننا بعد رمضان كل نهار. طبعا اليوم بتعرفوني أنا بعمل أكتر الأحيان الحلو بعمله بالبيت، بس اليوم جوزي قال لي خلاص ما تعملي شي راح يجيب معه، يعني مريحني شوي الله يخلي لي إياه. فجهزنا السهرة وقاعدين الأولاد لسه ما كان صاير وقت نومهم، بحبهم هيك يقعدوا شوي بعد الإفطار أنا يعيشوا هاي الأجواء الحلوة وبعدين بيناموا من غير شر بعد ما ياكلوا. وصلت لنهاية الفيديو تقريبا. اللي عم يتمشى اللي ما مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس. هلا بعد فترة رح نبلش تجهيزات العيد لرمضان، تجهيزات العيد إن شاء الله. وبشوفكم فيديوهات تاني. طبعا هون الولاد موجودين بس حاصرتهم على الزاوية يعني لما أصور هذا المقطع. بشوفكم فيديوهات تاني. سلام ورمضان كريم.